السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معايا ركنة 3 قطع فيها سرير وسحارة والزاوية بتاعتها منفصلة، والقطعة اللي انتم شايفينها ديت هي الزاوية. طبعا هي جاري التشطيب فيها. زي ما انتم شايفين القاعدة بتاعتها ثابتة، الظهر بيتشد عليه القماش وبيتقفل الجناب بتاعته. وهوريكم طبعا القطع التانية اللي فيها السرير والسحارة، وكل جزء في الركنة هتشوفوه معانا دلوقتي. ده كده الجزء بتاع السحارة، والسحارة محطوطة عليه اهي اللي هي القاعدة ديت، بس لسه الميكانيزم بتاعها ما تركبش، فلذلك مش هقدر افتحها دلوقتي لان الميكانيزم بتاعها لسه ما تركبش. تمام. الجزء التاني منها ده الجزء اللي فيه السرير. زي ما انتم شايفين الدرج التحتاني دوت هو اللي فيه السرير، بيتفتح وبيبقى ساقط فيه السرير برضو بالميكانيزم. والجزء او القاعدة بتاعت السرير هتشوفوها معايا دلوقتي برضو بتتنجد ورا. دي القاعدة الثابتة بتاعت الكنبة، وديت السرير اللي بيسقط في الدرج اللي وريته لكم. شايفين هنا الزاوية بنشطب فيها. طبعا كل حاجة هنا تعتبر اتشطبت تنجيد، فاضل التفنيش الاخير، ما عدا الزاوية ديت لسه بتتشطب. الشغل دوت ان شاء الله هتشوفوه متشطب معانا في فيديو من الفيديوهات الجاية، وهتشوفوا الكوشن بتاع الظهر والكوشن الصغير اللي هي الترابية الصغيرة. والقماش ده زي ما انتم شايفين قماش كتان اللي اتكلمنا عنه في كذا فيديو قبل كده. الكتان ده بصراحة يعني قماشة محترمة، احنا بنحبها ودايما بنشتغل بيها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، والسلام.